السلام عليكم يا جماعه. انا جايه مستعجله جدا وجعانه جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا صدوق اهو بالمنظر ده. هبتدي اني افتحه معاكم. طبعا انتوا عرفتوا ايه الاكله السريعه اللي انا هعملها، اني اقطعه بالمنظر ده. اهم حاجه السكينه تكون حاميه. بقطعه يعني حتت متوسطه عشان الصدوق بيكش يا جماعه. في تقطيعي للصدوق كده مقاديري جاهزه. قطعت معاه شويه من الطماطم والفلفل الحراق والصدوق مقطعه. كده حلتي سخنه، حطيت شويه من الزيت. هبتدي اني انزل كده بالبصل بتاعي. البصل يعني حتت متوسطه، ولا صغيره قوي ولا. ومعايا كده الثوم الجاهز اللي بيكون مفروم، هحط معلقه صغيره. هبتدي كده اني اقلب الثوم مع البصل. بعد كده هرش رشه من الملح ورشه من عايزه اقول لكم ان الريحه خطيره. ده الثوم والبصل مع بعض. دي انزل بالصدق. بسم الله. ومع الخضار اللي هو الطماطم والفلفل بتاعي الحراق. اقلب من تحت لفوق اهو بالمنظر. معلقه صغيره من الهريسه، معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه بتاعتي، وببتدي اني اقلب كده. وبكده انا خلصت مرحله الصدوق. طبعا ما نزودش البهارات يا جماعه عشان الصدوق بيكون فيه بهارات. البصل ابتدى ان هو يكرمل والصدوق. هبتدي كده اني ازود الميه عليه واوطي النار. معايا ميه مغليه هبتدي اني اضيفها، وبعد كده اديله غلوايه بسيطه على نار متوسطه. وبعد كده بضيف المكرونه لما الصدوق بيستوي كله، يعني ما يبقاش نص سوا، حتى بضيف الميه ويبقى الفهن.